أوقات كتير كنت باقول لLHR أو للrecruiter إن أنا أخدت شهادة معيّنة في البرمجة أو عملت project معيّن وما بيصدّقنيش. الموضوع ده ضيّع عليّا فرص كتير جدًا في المجال بتاعي وأخّرني كتير جدًا. اكتشفت بعد كده إن في سوق العمل الكلام مش بالكلام، الكلام المفروض يكون بالأرقام. يعني أنا قدرت إني أعمل كذا ونفّذت كذا دي إحنا مش بنقولها جملة كده وننتظر من اللي قدّامنا إنه يثق فينا، بالعكس إحنا بنبعت له الشهادة directly أو الlink بتاع الproject اللي إحنا عملناه، وده مش كبرياء ولا نوع من الغرور أو فرد العضلات، بالعكس ده نوع من الcredibility إن أنت تكسب مصداقية قدّام الشخص اللي قدّامك وإنك تستحق الدعم منه. فناس كتير جدًا هتلاقيهم بيقولوا أنا عملت كذا، يمكن في أرض الواقع يكون مستواهم أضعف مما هم بيقولوا عن نفسهم. تعالَ نقول إن الناس دي هي السبب إن أنت لازم تثبت كل كلمة أنت بتقولها، ممكن تكون أنت مش منهم، كل ده مش مهم في سوق العمل. المهم هو إن أنت تثبت اللي أنت بتقوله. أهم حاجة تركّز عليها بعد كده وأنت بتكلم recruiter أو HR بالذات لو أنت بتبدأ في مجال البرمجة، لو أنت web developer اعمل landing page، ارفع landing page حتى لو بسيطة، حتى لو فيها أي مشاكل. الlanding page البسيطة اللي أنت مستقل بيها دي تثبت إن أنت بتعرف ترفع web site على GitHub pages، على Vercel، على Netlify، اللي بتقول إن أنت خدت basics HTML CSS، ممكن كمان لو فيها JavaScript. الproject البسيط ده أحسن 100 مرة من إنك تقول إن أنا عملت ويب سايت كبير جدًا أو مشاريع كبيرة جدًا أو اشتغلت مع clients وما فيش إثبات واقعي لده على أرض الواقع. ما فيش GitHub repository أنت رافع عليه شغلك، ما فيش client عامل لك recommendation وكاتب فيها أحمد ده كان كويس جدًا، عمل شغل سليم لحد دلوقتي. ما فيش أي حاجة تثبت حقيقة اللي أنت بتقوله. فالproject الصغير اتكلم عنك أحسن 100 مرة من 1000 شهادة أنت واخدها، من أي project أنت عملته في الضلمة وما ظهرش أبدًا. فخلّي بالك، لإن الشغل دايمًا بييجي من النور، اوعى تشتغل في الضلمة. أنا رحاب القديم وتابعني لو أنت مهتم بالبرمجة.